علي عدنان، ألف سلامة، إن شاء الله إصابتك بسيطة وإن شاء الله فرحتك كبيرة بهذا الفوز. أرجو أني ما أشوف الزعل على وجهك، أريد أشوفك فرحان وسعيد مثل مجموعة الأبطال اللي أنت جزء منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكرك وأشكر قناة الشرقي على هذه الاستضافة الرائعة، وأشكر جميع العاملين في هذا البرنامج الرائع. الحمد لله وشكر رب العالمين، حققنا إنجاز ليس للشعب العراقي فقط، وإنما إنجاز للكرة العربية. أول شيء تأهلنا إلى كأس العالم، وأول فريق عربي تأهل إلى كأس العالم، والشيء الثاني صعدنا إلى نهائي كأس آسيا. وهذا الشيء طبعا ينحسب للكادر التدريبي والمسؤولين على هذا الفريق والاتحاد المركزي. طبعا كثير من الفرق العربية توفرت لها هواي شغلات. هذا الفريق رغم ضعف إعداده وضعف إمكانياته وصل إلى مراحل متقدمة وهو نهائي كأس آسيا، وهذا ليس بالشيء القليل. إن شاء الله نوعد الجماهير العراقية القادم أصعب، ولكن ليس بالصعب على هذا الفريق، أو مو فريق، هذه عائلة وليست فريق. نعم. أتمنى من الجميع أن يهتم بهذا الفريق. صدق. لأن هنالك عندنا نهائيات آسيا، تصفيات الأولمبية، وهناك كأس عالم. وإن شاء الله سوف نوحد الشعب العراقي إن شاء الله من خلال هذه العائلة الكريمة. إن شاء الله تعالى.